السلام عليكم. النهاردة هكمل لكم القصة، قصة صباح اللي حكينا عليها في الحلقة الأولى. لو ما شفتش الحلقة الأولى خش على القناة وهتلاقيها إننا نشرها امبارح. ونبتدي من أول حاجة وصلنا لها. بس قبل ما نبتدي المقطع متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان أجيب لكم قصص زي كده كتير. القصة دي مستوحاة عن الحقيقة. طبعا عرفات الدجال قرب من صباح لدرجة إن أنفاسه بقت على وشها، وقال بصوت واطي: انت ما اتجوزتيش عشان معمول لك عمل. صباح اتخضت واستخبت فيها. امها بصت لها وقالت بقلق: وانت عرفت منين؟ ام حسن اتدخلت وقالت: هو في حد يسأل عرفات عرفت ازاي؟ عرفات بص لصباح وقال: بنتك معمول لها عمل، مش زي اي عمل، مش اي حد يقدر يفكه، وما فيش غيري انا اللي اقدر اخلصها منه. ام حسن قالت: طيب والمطلوب ايه؟ عرفات بص لصباح وقال: الطاعة. ام صباح قالت باستغراب: يعني ايه طاعة؟ عرفات رد وهو لسه مركز نظرته على صباح: يعني تسمع كلامي في كل حاجة هقولها، من غير سؤال ومن غير اعتراض، وكل خطوة تتعمل زي ما أقول بالظبط، ولو خرجت من اللي أنا هقوله يبقى تنسي الجواز طول حياتها. أمها ردت وقالت: صباح مستعدة تعمل كل اللي هتقوله. عرفات قرب من صباح وحط إيده على رأسها بصوت تقيل وقال: اسمع يا ليل، وأفتح ما أغلق، يا عقدا حلي، ويا خيط انقطع وانفك، انفراج بعد ضيق ونور بعد عتمة، واللي تقيد يتحرر ويرجع كما كان. فجأة صباح صرخت صرخة قوية ووقعت بعدها على الأرض. أمها نزلت بسرعة تحاول تقومها، لكن عرفات زعق فيها وقال: سيبيها، أنت كده بتأذيها. أمها بعدت وقلبها بيترعش. دقيقة عدت وفجأة صباح فتحت عينيها، قامت مفزوعة وجريت على أمها، حضنتها جامد. عرفات بص لها وقال: تيجوا بكرة بعد المغرب انت وصباح بس. وبص لأم حسن وقال بنبرة واضحة: انت لأ، هما بس. أم حسن هزت راسها وقالت: حاضر. وخرجوا من البيت. أول ما بعدوا شوية أم صباح قالت: أنا مش هودي بنتي تاني للراجل ده، أنا مش مرتاحة. أم حسن ردت: ما ينفعش، خلاص لازم نكمل عشان البنت تتجوز. وبصت لصباح وقالت: ولا أنا غلطانة يا صباح؟ صباح بصت لها بس سكتت ولا كلمة. ورجعوا البيت. أبو صباح كان قاعد مستني. أول ما دخلوا قالت: أخرتوا لي يا بدرية. قالت: عرفات كان بيشوف البنت وقال إنها معمول لها عمل. أبو صباح قال: يا نهار أسود. وبص لصباح وقال: الكلام ده صحيح يا صباح؟ لكنها سكتت. بصت لبدرية وقال: مالها ما بتردش ليه؟ بدرية قالت مصدومة من اللي حصل. قال: هو إيه اللي حصل؟ قالت: جرى عليها كلام ووقعت مغمى عليها. أبو صباح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل ده بلاش تروحوا له تاني، أنا مش مرتاح له. بدرية قالت: أنا قلت كده لأم حسن، بس قالت لازم عشان البنت تتجوز. أبو صباح قال: تتجوز ولا ما تتجوزش، تفضل معانا أحسن من نوديها لحد زي ده. بدرية قالت: يعني إيه؟ قال: يعني تنسوا السكة دي خالص وما فيش رجوع هناك تاني. بدرية قالت: خلاص مش هنروح. بدرية حضرت العشاء ودخلت على صباح عشان تناديها. لقيتها قاعدة على السرير وظهرها للباب، وشها للحيطة، وبتتكلم بصوت واطي كأن في حد قدامها. بدرية قالت: انت بتكلمي مين يا صباح؟ صباح لفت وبصت لها وقالت: مع دمورة. بدرية اتخضت وقالت: مين دمورة دي؟ صباح ابتسمت وقالت: دي صاحبتي، عرفتها النهاردة. بدرية حست بقشعريرة في جسمها. خرجت بسرعة وهي بتجري على جابر وقالت له: الحقني يا حج. قال لها وهو مفزوع: في ايه؟ قالت: بنتك بتكلم حد مش موجود، بتقول دي صاحبتها. جابر جري بسرعة على الأوضة، فتح الباب، لقي صباح نايمة على السرير كأنها ما اتحركتش. بص البدرية وقلب عصبية: انتي جرى ايه لعقلك؟ البنت نايمة. بدرية قربت منها وهزتها. صباح فتحت عينيها وقالت: في ايه يا ماما؟ بدرية قالت: فين صاحبتك ديمورا؟ صباح استغربت وقالت: مين ديمورا دي؟ جابر قال: قومي يا بنتي اغسلي وشك ويلا عشان نتعشى. صباح قالت: حاضر يا بابا. وقامت طبيعي جدا. خرجت
وجابر بص البدرية وقال: لو ما بطلتيش الكلام ده هوديك مستشفى المجانين. بدرية قالت: وكتاب الله ده اللي حصل. جابر قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج، قعد في الصالة. لكن هو قاعد سمع صوت صباح جاي من ناحية الحمام، صوتها واضح، تتكلم مع حد. قام بهدوء وقرب من الباب، وقف يسمع صباح كانت بتقول ايه. كانت بتقول: لا، مش دلوقتي. جابر قلبه دق، وقبل ما يقرب صباح قالت: في حاجة يا ابويا؟ جابر قال: لا يا بنتي، انا داخل اشرب من المطبخ. ورجع الصالة وهو متوتر. بص البدرية وقال: الظاهر كلامك صح. بدرية قالت: ايه اللي حصل؟ قال: سمعتها بتتكلم، ولما قربت قالت لي في حاجة يا ابويا، كأنها شايفاني من جوا. بدرية قالت: مش قلت لك في حاجة؟ فجأة صباح دخلت عليهم وقالت: في حاجة. جابر قال: لا يا بنتي، يلا عشان ناكل. قعدوا على الطبلية، وجابر قال: بسم الله. صباح بصت له فجأة وصرخت صرخة عالية خلت الطبلية كلها تتهز، وقالت وهي بصة: ما تقولش كده تاني. جابر وبدرية بصوا لبعض بخضة. جابر قال وهو بيحاول يتمالك نفسه: مالك يا بنتي؟ صباح كانت لسه مبرقة عينيها مفتوحة على الآخر، وبعدين فجأة هديت وقالت بصوت طبيعي: ما فيش يا أبويا، أنا بس اتخضيت. بدرية قربت منها وقالت: اتخضيتي من إيه؟ صباح قالت بصوت واطي: مش عارفة يا أمي. وقامت ودخلت أوضتها وقفلت الباب وراها. جابر بص البدرية وقال: خلي بالك، صباح مش طبيعية، أنا أول مرة أشوفها بالحالة دي. بدرية قالت وهي مرعوبة: وأنا قلبي مش مطمن يا جابر. جابر قام من على الطبلية ودخل يغسل إيده. وهو ماشي في الطرقة سمع صوت صباح جاي من الأوضة بتقول: أنا اللي اخترت أعيش معاك، محدش يقدر يمنعني، حتى لو كان أبويا. جابر من غير تفكير فتح الباب مرة واحدة واتصدم. صباح كانت واقفة ملزوقة في الحيطة، جسمها مرفوع بطريقة مستحيل تحصل لبني آدم، وشعرها نازل على وشها ومخبي ملامحها. جابر قال بصوت مرتعش: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجأة صباح صرخت صرخة قوية ووقعت على السرير. جابر جري عليها بسرعة وحط إيده على راسها وبدأ يقرأ قرآن. وصباح كانت بتصرخ وبتتحرك جامد كأن في حاجة جواها بتقاوم، لحد ما فجأة النور خف وظهر قدامه كيان أسود ملامحه مش واضحة. قرب منه ببطء وجابر حاول يكمل قراءة، لكن صوته بدأ يتهز. الكيان كان واقف قدامه مباشرة، وفجأة من غير ما يلمسه جسم جابر اتشد لفوق، رجله اتعلقت في الهوا، وإيده بتحاول تمسك في أي حاجة. وبص للكيان وهو مش قادر ينطق. والكيان قرب من ودنه وقال بصوت مرعب: قلت لك محدش هيقدر يمنعني. جابر كان معلق في الهوا، رجله بتترعش وصوته مخنوق، مش قادر حتى يصرخ. وفجأة الباب اتفتح وبدرية دخلت في نفس اللحظة. جابر وقع على الأرض، جريت عليه وهي مرعوبة وقالت: مالك يا جابر؟ حصل لك ايه؟ جابر كان بياخد نفس بالعافية، ايده بتترعش، وشاور ناحية صباح وقال بصوت متقطع: خرجيني، خرجيني من هنا بسرعة. بدرية سندته بالعافية وخرجته برا الأوضة وقفلت الباب وراه، وقعدته على الكنبة وجابت له مية. ايده كانت لسه بتترعش وهو بيشرب. وبعد ما هدي شوية بصلها وقال: صباح، فيها كيان لبسها. بدرية اتصدمت وقالت: يا نهار اسود، انت عرفت منين؟ جابر قال وهو مرعوب: ظهر لي ظهر لي قدامي وهددني اني ما اقربش منها، وقال انها اختارته. بدرية قالت وهي مش مستوعبة: يعني ايه اختارته؟ جابر هز راسه وقال: معناها انه مش عايزنا نقرب لها، وعايزنا نسيبها تعمل اللي هي عايزاه. وبص ناحية باب الأوضة وقال: واحنا لو حاولنا نمنعها مش هيسيبنا. بدرية قالت: مفيش غير واحد بس اللي هو عمل كده في صباح، عرفات. جابر بصلها بغضب وقال: قلتلك بلاش، الراجل ده سمعته وحشة، انت اللي أصرتي. بدرية قالت: كنت مفكرة اني بخدمها. جابر رد عليها وقال: خدمتيها ازاي؟ انت ضيعت البنت. بدرية قالت: طيب نوديها لشيخ يقرا عليها. جابر قال: اسكتي بقى،
لا نوديها ولا نجيبها، نستنى يومين يمكن تخف لوحدها. بعد كده دخلوا يناموا. الساعة كانت حوالي 2:30 الفجر. البيت كله ضلمة. بدرية قامت عشان تدخل الحمام، وهي ماشية في الصالة شافت نور التلفزيون. وقفت مكانها، لقت صباح قاعدة قدامها، ظهرها ليها ووشها للتلفزيون. بدرية قربت منها وقالت: انت بخير يا بنتي؟ صباح لفت ببطء وبصت لها وقالت: ايوه يا امي، عاوزة حاجة. بدرية فرحت، جريت على الأوضة وقالت لجابر: قوم يا جابر، صباح بقت كويسة. جابر قام مفزوع وقال: بتقولي ايه؟ قالت: والله وقاعدة في الصالة وبتكلمني طبيعي. جابر قام بسرعة وخرج ووقف. التلفزيون كان مقفول، الصالة كانت فاضية، مفيش حد. بص البدرية قال: فين صباح يا بدرية؟ بدرية قالت: والله العظيم كانت هنا. جابر قال: سلامة عقلك. بدرية قالت: يمكن دخلت تنام، استنى. جريت على الأوضة وفتحت الباب، لقت صباح نايمة على السرير. بصت لجابر، والله كانت صحية. جابر بص لها وقال: يلا نام يا بدرية، وبكرة ربنا يسهلها. دخلوا يناموا، لكن قبل ما يقفل عينيه جابر سمع صوت جاي من الصالة، صوت التلفزيون هو بيشتغل لوحده. جابر قال في نفسه: وبعدين في الليل السودة دي. وقام بالراحة فتح الباب الأوضة وخرج، لقي التلفزيون مفتوح وصباح قاعدة قدامه وظهرها لأبوها. قرب منها وحط إيده على كتفها، وفجأة لفت وبصت له. عينيها كانت سودة بالكامل، وابتسمت ابتسامة خلت الدم يتجمد في عروقه. جابر رجع لورا واتكعبل ووقع على الأرض. صباح قامت، بس مش واقفة طبيعي، جسمها بدأ يتلوي بطريقة مرعبة، وبعدها وقفت على إيديها وسحبت نفسها على الأرض بسرعة ناحيته. كانت بتزحف وبتقرب لحد لما بقى وشها قصاد وشه، وقالت بصوت خشن: لازم أروح لعرفات بكرة، ولو ما ودتنيش أنا هخلي شعرك يشيب من اللي هتشوفه مني. جابر قال وهو بيترعش: أعوذ بالله من الشيطان. فجأة عينيها السودة بقت زي نار، وصرخت وقالت: بس. جابر كرر بصوت أعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح حطت إيديها على ودنها وصرخت: بس، بس. الصرخة بتاعتها هزت الصالة كلها وفجأة اختفت. جابر قام وهو جسمه كله بيترعش، دخل الأوضة وقفل الباب وقعد يقرأ قرآن لحد ما أذان الفجر أذن. ساعتها حس بشوية أمان. صحى بدرية عشان الصلاة، وبعد ما خلصوا حكى لها كل اللي حصل، وإن الصباح هددته ولازم يوديها العرفات. بدرية قالت: أبدا، والله ما هتروح. جابر قال: ولا أنا هوافق. دخلوا يكملوا نوم، وصحي حوالي الساعة 8 الصبح. بدرية قالت: مش هتروح الأرض. جابر قال: حالي مهدود، هخلي حد يروح مكاني. فجأة الباب خبط. بدرية راحت تفتح، لقيت أم حسن. جابر أول ما شافها قرب منها بغضب وقال: عرفات الكلب ده عمل إيه في بنتي؟ ولو حصل حاجة لصباح مش هيكفيني في روحه. أم حسن قالت: وأنا مالي يا حج. جابر قال: انت وش الخراب، انت اللي وديتيها. أم حسن قالت: ده جزاتي، ومشيت. بدرية قالت: طب وهي مالها يا حج؟ جابر قال: أنا عمري ما ارتحت لها. لبس الجلابية والطاقية وخرج وهو حاسس إن اللي جاي أسوأ. جابر كان قاعد على القهوة، عينه في الأرض ودماغه بتلف في اللي شافه في الليل. عوض صاحبه بصله وقال: مالك يا أبو صباح، سرحان كده ليه؟ جابر قال له: والله يا عوض ما نمت من اللي شفته. عوض قال: خير، شفت ايه؟ جابر بدأ يحكي له كل حاجة، ومن ساعة ما صباح راحت لعرفات لحد لما رجعت، اللي حصل بالليل، الكيان اللي ظهر له وهدده. عوض سمعه للآخر، وبعدين قال: انت اتجننت يا جابر، حد يسلم بنته للشيطان ده؟ جابر قال: والله قلت بلاش، بس منها لله أم حسن. عوض قال: مين؟ جابر قال: أم حسن العويسي. عوض اتفاجئ وقال: انت مالك ومال الست دي مش سهلة خالص. جابر قال: يعني ايه؟ عوض قال:
الست دي ليها في الأعمال من زمان والناس بتخاف منها. جابر قال أعمال؟ عوض قال أيوة، من يوم ما ابنها حسن مات وهي اتغيرت، بقت كل ما تشوف حد في الكفر عنده أولاد ومبسوطين تعمل لهم أعمال وتقلب حياتهم لجحيم. جابر خبط كف على كف وقال يا بنت الكلب، أنا هروح أقبض على روحها بإيدي دي. عوض مسكه من دراعه وقال له انت هتودي نفسك في داهية، دي مش واحدة عادية. جابر قال أنا بنتي بنضيع. عوض قال اسمع كلامي، تهورك دلوقتي هيضيعك انت كمان، استهدى بالله واحنا هنلاقي حل. جابر عينه فيها نار، لكن الخوف كان أقوى من غضبه لأنه فهم إن أم حسن مش بني آدمة عادية. جابر رجع على بيته، خبط على الباب. بدرية فتحت، قال لها صباح كلت. بدرية قالت دخلت لها صينية الأكل، بس بصراحة خفت أدخل لها تاني. جابر هز راسه وقال أنا هدخل أطمن عليها نفسي، ومشي ناحية الأوضة. فتح الباب، لقي صباح قاعدة في نص السرير ساكتة. جابر وقف بعيد وقال عاملة إيه يا بنتي؟ صباح ابتسمت ابتسامة مش مطمنة وقالت الميعاد قرب. جابر قال ميعاد إيه؟ صباح قالت عاوز أروح لعرفات. جابر اتعصب وقال انسي عرفات، انتي مش هتخرجي من البيت ده تاني، وخرج. بدرية قالت مالك يا جابر؟ قال صباح مصممة تروح لعرفات الزفت ده. فجأة الباب خبط. جابر راح يفتح، لقى راجل واقف، بشرته سمرة وجسمه نحيف، وشه مرعب وعينيه فيها حاجة مش مريحة. جابر قال عاوز ايه؟ الراجل بص له من فوق لتحت وقال انت ابو صباح؟ جابر قال له ايوه، انت مين؟ الراجل ابتسم وقال عرفات. جابر عينه توسعت فجأة. انتظروا بكرة إن شاء الله الجزء الثالث. لو عجبك المقطع يا ريت يا صاحبي تنساش تشترك في القناة، وأتمنى إن أنت تدعمني بلايك